عجبني تعليق احد جماهير نادي الزمالك النهارده لما صحي من النوم يا عيني وشاف فرقته توقف قيدها للمره ال 300، وقال لك ان نادي الزمالك ده جايز يكون معمول له عمل ودفن في احد اسره او توابيت المتحف المصري الكبير. جايز دوروا وسطروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من في العارضة مع الصحفي والإعلامي أحمد السيد. الحقيقة النهاردة صحي نادي الزمالك على إيقاف قيد مرة أخرى بسبب مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز والمعاونين ليه. كان الزمالك استقر على دفع دفعات للمستحقات ولكن لم يفي بوعوده للأسف كالعادة خلال الفترة اللي فاتت، فأخذ حكم من الفيفا بإيقاف القيد. فإذا قيد نادي الزمالك موقوف لحين ما يسدد إلا عليه، وعلى الله التسهيل إن شاء الله. شباب نصر النهاردة تحت 17 سنة ورونا شكل حلو مع الكابتن العظيم والعريق أحمد الكاس في بطولة كاس العالم المقامة في قطر امام جزر الهايتي او التاهيتي، زميها زي ما تقول. واحد بقى هيقول لي اصل دي جزر مش موجوده على الخريطه، اصل الوضع. اقول لك يعني هو كان منتخب اسامه نبيه كان بيلاعب مين؟ طب النهارده قدمنا شكل كويس، تالت مره نلعب البطوله دي فقدمنا شكل كويس. مش هقول اسماء اللاعبين وانجمهم الا اذا ان شاء الله ربنا كرمنا وصعدنا لادوار في المستقبل، ولكن انا بشكرهم على الرباعيه مقابل هدف النهارده في الافتتاح. مجموعات افريقيا، ابدا بالزمالك في الكونفدراليه بيواجه مجموعه صعبه جدا. الزمالك والمصري وقعوا مع بعض للاسف في مجموعه واحده، ان شاء الله اتنين يصعدوا، معاهم كايزر شيف جنوب افريقيا وزيسكو الزامبي. مجموعه صعبه وقويه في الكونفدراليه. اما النادي الاهلي جمهوره بيقول لك احنا كمان مجموعتنا صعبه. طب تعال نشوف ونقول. الاهلي ويانج افريكانز في التنزاني والجيش الملكي وشبيبه القبائل، دول اربع الفرق اللي مع النادي الاهلي. بيراميدز معاه نهضة بركان وريفرز يونايتد نيجيري وباور ديناموز الزامبي. انا شايف ان النادي الاهلي بالفعل مجموعته قويه بسبب وجود الجيش الملكي وشبيبه القبائل. اما يانج افريكانز فهو فريق بسيط على النادي الاهلي ويقدر ان هو يفوز عليه. شبيبه والجيش الملكي عاملين قوه شويه للمجموعه دي، وبالتوفيق للاهلي وبالتوفيق لبيراميدز وبالتوفيق للزمالك ان شاء الله والمصري طبعا. النهارده الزمالك وصل الامارات والاهلي كان امبارح، واجواء رائعه في احتفالات هناك، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. والنهارده اليوم عيد واسبوع عيد عند الجاليه المصريه في الامارات، واستقبلوهم بالورود ونسوا موضوع دونجا، والدنيا حلوه هناك والدنيا والوضع كويس ومستتب. ولكن يعني جمهور نادي الزمالك هناك والبعثه لما سمعت موضوع ايقاف القيد يعني زعلت شويه، ولكن جون ادوارد حاول ان هو يفصلهم عن الموضوع، هو واحمد عبد الرؤوف اللي بنتمنى له كل التوفيق مع نادي الزمالك في الفتره اللي جايه بعد رحيل هذا اليانيك فيريرا عن نادي الزمالك. البنا هيحكم لقاء الاهلي وسيراميكا كليوباترا، وعاشور محمود عاشور هيحكم لقاء الزمالك وبيراميدز في افتتاحيه السوبر المصري ان شاء الله بالامارات اللي خلاص خلال ايام بسيطه هتبدا. قالوا لنونو، قالوا لجون ادوارد انا اسف في الزمالك، طب افرض احمد عبد الرؤوف يا جون ما وفقش في السوبر ايه اللي هيحصل؟ قال لهم نجيبوا نونو. قالوا له مين نونو؟ قال لهم نونو ده اللي كان ماسك فاركو. قال له طب انت جبت اتنين النهارده، واحد بتاع حراس المرمى اجنبي وواحد كان بتاع المساعد، والاتنين هم اللي كانوا شغالين مع نونو بتاع فاركو، انت كده نقلت لنا فاركو. قال لهم سيبونا اشتغل بدماغي زي ما العقد بتاعي بيقول. قال له طب خلي بالك الجدع بتاع حراس المرمى ده كان شغال قبل كده في الكيان الصهيوني. قال لهم لا والله ما خدتش بالي ممكن اشيله. فالنهارده حصلت حاجه غريبه في نادي الزمالك، في اتنين اجانب وصلوا، واحد فيهم كان شغال في الكيان الصهيوني احد الانديه هناك، وتقريبا يعني خلاص هيرحل او هيلغوا فكره تدريبه لحراس نادي الزمالك، لان انا مستغرب جدا من هذا القرار. عندنا حراس كبار قوي يقدروا ان هم يمرنوا الزمالك، عبد الواحد السيد يقدر، عبد المنصف يقدر، عندنا حراس كبار قوي، مش لازم نجيب حارس مرمى اجنبي، بما ان كمان المدير الفني احمد عبد الرؤوف اصلا مصري، ونونو كان مدير فني قبل كده في فاركو، وطرح اسمه النهارده ان لو لا قدر الله احمد عبد الرؤوف فشل في التجربه في السوبر يجي نونو مدرب لنادي الزمالك. عبد الحفيظ شدهم، يعني ايه؟ عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين قعدوا مع اللعيبه قالوا لهم لو ما خدتوش، خد بالك بقى، لو ما خدتوش بطوله السوبر دي هيكون في عقوبات مغلظه لم تسمعوها ولم تروها من قبل. فالاهلي عينه على السوبر. امام عاشور نزل النهارده التدريبات جري، ولكن وزنه زايد قوي، مستحيل يكون موجود في بطوله السوبر لا في الماتش الافتتاح ولا في الماتش الثاني.
ليلة دوري الابطال النهارده ريال مدريد يسقط في الانفيلد امام سلوت وصلاح ليفربول 1-0 على الملكي. وفي الناحيه الثانيه كان لقاء نار، بايرن ميونخ امام باريس سان جيرمان 2-1 لمصلحه الفريق الميونخي الالماني. فكانت ليله قويه النهارده في دوري الابطال. ان شاء الله اشوفكم بكره ونتابع مع بعض اخر مستجدات واحداث الكره المصريه والعالميه، ونتابع كاس السوبر باذن الله في الامارات. استقبال رائع للاهلي، للزمالك، لبيراميدز ولسيراميكا تحت قياده مدربهم الكبير علي ماهر هناك. اشوفكم بكره ان شاء الله. سلام عليكم.